اهلا بكم متابعين قناه راديو كوره. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه عشان توصلكم اخر الاخبار وكمان البث المباشر لاحدث المباريات، ويا ريت تساعدونا للوصول ل 10000 مشترك، لاننا بمجرد ما نوصل للعدد ده هيكون في مسابقات رياضيه بجوائز ماديه لكل المشتركين. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تدعمونا بلايك. الخبر اللي معانا دلوقتي هو ملخص المؤتمر الصحفي لمنتخب مصر اللي كان يوم الجمعه 20/1/2017. وضح كوبر المدير الفني لمنتخب مصر إن هيكون في تغيير تام في الهجوم خلال مباراة أوغندا الجاية، وقال في المؤتمر الصحفي اللي كان يوم الجمعة 20/1/2017 إن بعد 3 أيام من التدريبات أقدر أقول إننا استعدنا الثقة، وأضاف إنه بيحاول إصلاح الأخطاء عن طريق الفيديوهات والمحاضرات. وعلق كوبر على المباراة اللي فاتت وقال لعبنا أمام مالي بشكل جيد خلال 25 أو 30 دقيقة، وما كناش وحشين بالشكل اللي الناس اتكلمت عنه. وقال كمان ان طول مسيرتي لم اعتمد في طريقة لعبي على لاعب او اتنين، ودايما بيكون في توازن بين الدفاع والهجوم، وما اقدرش اقول اني ههجم ب10 لاعبين وادافع بالحضري لوحدي. واعترف ان فريقه ما نفذش بعض المهام في ماتش مالي اللي فات، وقال ان الماتش الجاي مع اوغندا هيكون في تغيير جذري في الهجوم وهناخد ال3 نقط. من ناحية تانية قال عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر ان هو وشريف اكرامي واحمد الشناوي في خدمة مصر. وقال كمان الحمد لله على التوفيق، والحراس ال3 في منتخب مصر موجودين لخدمة مصر. وقال كوبر هو صاحب القرار في الحارس اللي هيشارك في ماتش أوغندا، واعتمد كوبر على الحضري في جزء من مباراة مالي بالجولة الأولى من المجموعة الرابعة في أفريقيا، وده بعد الإصابة اللي اتعرض ليها أحمد الشناوي. وكان إكرامي كمان اتعرض للإصابة قبل مباراة مالي، لكن أحمد ناجي مدرب الحراس أعلن إنه جاهز. وهتلعب مصر يوم السبت مع منتخب أوغندا في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالجابون، والماتش هيكون الساعة 9 مساء بتوقيت مصر، ويوم السبت اللي هيكون بالظبط 21/1/2017. بنفكركم إن لينكات مشاهدة مباراة مصر وأوغندا هتكون موجودة في القناة قبل المباراة بساعة كاملة، عشان كده ما تنسوش الاشتراك في القناة، وشكرا ليكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، وما تنساش كمان تعمل اشتراك علشان يوصلك كل جديد مننا. قناة راديو كورة، أخبار الرياضة كلها في إيدك.